الفيلم العزاز البداية ديالو غريبة، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك متابعة وبارطاجي مع العزاز. كيبدا الفيلم مع واحد القرد مربوط ومخدمين ليه تلافز فيهم فيديوهات ديال العنف، وفي نفس البلاصة كاين شي قردة محبوسة وقردة اخرين متشرحين. يعني باختصار شديد هاد البلاصة عبارة على معمل ابحاث، وكيكونوا واحد 3 الاشخاص، زوج ولاد وبنت سالتين لهاد المعمل باش يحرروا القردة. وفجأة واحد منهم كيدور كيلقى عالم واقف وراه، وكان كيحاول يبلغ عليهم المجلس بالزربة، ولكن كيشدوه وما كيخليوهش، وكيحذرهم باللي القردة حاملة الفيروس خطير، ولكن كاع ما كيتيقوه. وحده منهم فتحات باب القفص لواحد من القرود، وكيخرج ترمى عليها عضها وسرها حيت ما دخلاتش سوق راسها وما تيقاتش العالم فاش حذرهم. وكيحاول العالم يدير شي حاجه ولكن فات الفوت، وكيتحولوا كاملين للزومبي. وبعد 28 يوم من داكشي اللي وقع كنشوفوا واحد الشخص فايق من غيبوبه في السبيطار، وكتكون سميتو جين، وكيلقى باب الغرفه ديالو مسدود، وكيستغرب من داكشي اللي داير به. وزاد استغرب باللي لقى السارود الباب تحت الباب، خداه وفتح الباب وخرج وما لقى حتى واحد في السبيطار، وبقى كيقلب في جنابو على اي واحد ولكن ما لقى حتى حد تما. وهو كيقلب لقى ثلاجه المشروبات، شرب ما تيسر وجمع شي بركه في البلاستيكه وخرج برا السبيطار ومشى. وهو غادي في الطريق لقى فلوس مرميه على الارض، حلم الطفوله كيتحقق، بقى كيجمع وكيخشي في البلاستيكه على بالو غادي يخدم بها وغيولي لاباس عليه. ورجع عاود للطريق وما لقى حتى واحد، وحاول انه يعرف شي حاجه من هاد الملاحظات اللي معلقين هنا، وما كيلقى حتى حاجه تعاونو. وكيمشي لبلاصه دايره فحال الدار، ولقى تما بزاف د الناس ميتين، بحر ديال الجثث قدامه. وبمجرد نطق بكلمه السلام لقى نصهم بغاو يترماو عليه، وواحد دخل عليه وباغي يعضو، وكيدافع على راسو بالبلاستيكه اللي فيها المشروبات كيضربو هيت شوت، ولكن ما اثراتش فيه حيت زومبي وكيبدا يجري من وراه. وهو هارب كان كيغوت باش يجي يعاونو شي واحد، لغايه ما خرجوا عنده واحد زوج ملتمين وكيفجروا الزومبي كاملين في واحد المشهد ناضي. وخداو معاهم جين للسوبر ماركت وتعرفوا على بعضياتهم. هاد الزوج هما بنت سميتها سيلينا وولد سميتو مارك، وبقاو كيعاودوا ليه على الفيروس اللي انتشر. وسيلينا كتقول له باللي هو شي حاجه كتمشي في الدم، الا مشى تدخل لك دم الزومبي في الجسم ديالك غادي تحول مباشره للزومبي. سيلينا ومارك قالوا له باللي عائلتهم ماتت، اذا اكيد تا عائلتك غادي تكون ماتت. وجيم كيغوت عليهم وكيقول لهم هادشي اللي كتقولوا ما كيتقبلوش العقل، وعائلتي ساكنين في ريتشفورد ومتاكد باللي ما ماتوش. وكان باغي يمشي عندهم حتى كتمشي سيلينا كتقول له تهدنا ود الخير وتستنى حتى تطلع الشمس ونمشيو مع بعضياتنا. النهار الثاني مشاو مع بعضياتهم ولقاو باللي والدين جيم انتحروا واختو ماتت. تقلق جيم بزاف، وسيلينا كتحاول تخفف عليه وكتقول له هادشي اللي وقع مع الاغلبيه، وكتقول له باللي حنا غادي نباتو هنا هاد الليله حيت الوقت تعطل، وخاصنا نعسو مع بعضياتنا على قبل السلامه ديالنا. وكلهم نعسوا من غير جيم اللي جالس كيتفكر في الذكريات والماضي اللي فات، ولكن هو كيتامل في التصاور كيدخلوا عليه زوج زومبي من الشرجم، وباللي شافهم كيعرف باللي هادوك جيران تصابوا بالفيروس. المهم سيلينا ومارك كيقتلوهم، ولكن مارك كيعضو زومبي وكتضطر سيلينا باش تقتلو. ومشات عطات لجيم الفوطه وقالت له نشف راسك وبدل عليك هاد الحوايج د السبيطار. ومشاو من الدار وهما غاديين في الطريق جيم قال لسيلينا كيفاش عرفتي باللي هو تصاب؟ قالت له انا ما عرفت حتى حاجه، هو اللي عرف وكان باين على وجهه الخلعه. وبقاو كيهضروا في الطريق لحد ما كيشوفوا واحد الواميض ضدو جاي من عماره، وكيمشيو بزوج يكتشفوا شنو كاين تما. وفاش كانوا طالعين في الدروج لقاو زوج زومبي تابعينهم من اللور، وبقاو طالعين هاربين في الدروج وهما كيجريو. فجاه خرج لهم واحد خونا ملتم قال لهم سيروا للشقه رقم 157. مشاو لهاد الشقه وبقاو كيخبطوا، ولكن بنت داك خونا ما بغاتش تفتح ليهم الباب حتى باها رمى الزومبي من الفوق وجا قال لها باش تفتح. ودخلوا كاملين وتعرفوا على بعضياتهم. هاد الراجل سميتو فرانك وبنته سميتها هناء. ومشى جيم كيحسن لحيته، وحيت ما كاينش الماء كيضطر يحسن بلا ما، وكيجرح راسو. وكيباتوا مجموعين وكيدوزوا اول ليله مزيان بلا حتى مشاكل. وتاني يوم فرانك كياخد جيم للسطاح، ولقى جيم باللي السطوله اللي كانوا محطوطين على قبل يجمعوا الماء الا طاحت الشتا خاوين. وفرانك
قال له ما تستغربش حيت 10 ايام دابا ما طاحتش الشتا وخاصهم يخويو ديك البلاصه حيت ما غيقدروش يعيشوا فيها اكثر. كينزل فرانك وجيم من السطح وفرانك جبد راديو ولقاو باللي هما اخترعوا علاج لهاد العدوى في مدينه سميتها مانشستر وباللي تما كاين الجنود والامان. كلهم كانوا موافقين وباغيين يمشيو من غير سيلينا اللي كانت كتقول لهم الا خرجنا برا الدار غادي نموتوا، ولكن هما كان عندهم راي اخر. قالوا لها الا بقينا هنا غادي نموتوا من قله الماء والماكله وممكن الزومبي يعرفوا بلاصتنا. وكتقتنع سيلينا وكيمشيو بالطوموبيل لفرانك وهما في الطريق كان واحد النفق قدامهم وكلهم قالوا ما ندخلوش ليه. جيم وسيلينا وهانا من غير باها فرانك حيت هو اللي سايق وكيدخلوا للنفق ولكن لقاوه مسدود بالطوموبيلات وفرانك كيطلع بالطوموبيل فوق الطوموبيلات باش يدوز ولكن في الاخر كتفش ليه الرويضه د الطوموبيل وكيضطروا باش يبدلوها في النفق. وفاش كانوا كيبدلوه سمعوا صوت حركه وطلع سرب ديال الفيران جايين حاتهم. المشكل ماشي في الفيران، المشكل في اللي خلى الفيران هاربين وكانوا هاربين من الزومبي. وكيف ما شافوهم فرانك وسيلينا هزوا الطوموبيل وهنا بدلت الرويضه وقدروا يهربوا في اخر لحظه. وهما في الطريق وقفوا في واحد المحطه ولقاوها عامره ماكله وهزوا كاع داكشي اللي قدروا عليه من تما ومشاو لواحد الرموك د نقل البنزين باش يجيبوا منه المازوت. وجيم كيدخل لواحد المطعم د البرجر ولقى تما واحد الزومبي خارج من وراه وكيضربوا جيم هيت شوت كيسالي معاه. ورجعوا عاود للطريق ووصلوا لبلاصه دايره في حال الحديقه وبقاو كياكلوا وكيتفرجوا على الاحصنه. وفرانك لقى باللي الوقت تعطل وقال لهم باللي غادي نباتوا هنا وكلهم ما جاهمش الناس من غير سيلينا اللي شبعانه نعاس. مشاو يفيقوها واكتشفوا باللي هي صيدلانيه وعطاتهم واحد الدواء ديال النعاس باش يقدروا ينعسوا. وجيم فجاه كضربوا الفيقه كيلقاوهم كلهم خلاوه ومشاو وكيبقى يغوت في كل بلاصه ولكن ما كيجاوبوا حتى واحد. ولكن شويه كيفيق جيم من النعاس وكيلقى فرانك كيقول له بسم الله عليك احنا مازال حداك راك غير كتحلم. شويه من بعد كيفيق جيم في الصباح كيلقاهم كلهم ركبوا كيقولوا له غتجي ولا نخليوك. خداوه معاهم وشدوا الطريق حتى وصلوا لمانشستر والمفاجاه هي انهم لقاو مانشستر مدمره كامله وما فيها حتى واحد. فرانك تعصب وجلس يفكر ولكن لقى واحد الغراب حداه كياكل من جثه زومبي ميت وكيدير واحد الصوت. وفرانك كان باغي يجري عليه مشى ضرب الباب وهي طير ليه قطره ديال الدم من الزومبي في عينه. واخر حاجه كيقولها لبنته هي انه كيبغيها بزاف. وسيلينا كيف شافته قالت لجيم باش يقتلو وكيف مشى جيم باش يقتلو لقاه تضرب اكثر من 5 الرصاصات. وفاش جا يشوف شكون اللي قتلو لقاهم جنود مسلحين وخداوهم معاهم لبلاصه امنه واستقبلهم اللواء هنري وقال لهم خذوا لكم دوش. وكيعرف جيم على المكان كامل وقال له باللي هاد البلاصه مامنه مزيان وقال لهم باللي هما رابطين زومبي باش يشوفوا شحال ممكن يعيشوا من نهار بلا ماكله. وكيدير على قبلهم وليمه عباره على الاومليط وفي الاخر كيطلع البيض خاسر. وشويه من بعد كيسمعوا انذار الخطر باللي شي زومبي هاجم عليهم وجبدوا الاسلحه من تحت الطابله ومشاو باش يقتلوهم. طبيعه الخبز سيلينا تنكرات من داك الموقف ومشات خدات السيف ووقفات حدا الباب وشافت الجنود قتلوا الزومبي ورجعوا عاود للدار. واحد منهم لقى سيلينا هاز السيف مشى خداه منها وبدا كيدور بها وحاول جيم باش يمنعو وهو يشدو طيحو الارض وهو يجي اللواء وضرب اللي تهجم على سيلينا. وخدات جيم البيت وقال له على الحقيقه واللي كانت كتصدم وهي انه ما كاينش علاج للعدوى والجنود ديالو جاهم اكتئاب حيت كاع حبابهم ماتوا وهو وعدهم انه غيزوجهم كاملين وغيبنيو سلاله بشريه من جديد. وعلى قبل هادشي نشر داك البث في الراديو باش اللي سمعوا يجي عندهم وهكذا غيقدر يزوجهم. وكيف ما جيم عرف داكشي اللي كيوقع مشى كيجري للبيت دهانا وسيلينا باش يهربوا. وفاش كانوا هاربين خرج ليهم جندي وضرب جيم دوخو وكيفيق جيم على صوت من اصوات الجنود وهو كيقول هادشي ماشي معقول اللي كديروا فيه. وكيتلموا عليه الجنود كيضربوا ومشاو سدوا عليه هو وجيم في واحد البيت. وتاني يوم خداوهم للبلاصه فين كيقتلوا الناس. واحد من دوك الجنديين قتل صاحبه بالغلط وهما يبداو مدابزين مع بعضياتهم. جيم استغل الفرصه ومشى تخبى بين الجثث والجنود يحساب لهم باللي هو هرب. مشاو كيجريو باش يقلبوا عليه وهو نقز من فوق السور. وفاش كان غينقز تعلق له التيشورت في سلك شائك وتقطع وطاح على الارض وهو كيشوف في السما بانت له طياره تما. والجنود كيف ما شافوا التريكو ديالو
ديالو معلق عرفوه هرب ودخلهم الخوف. ولكن واحد منهم كيقول لصاحبه غير تهدن واخا يهرب راه ما عنده لا سلاح لا حتى حاجه باش يدافع على راسو من الزومبي. وكيرجعوا عاود للدار ديالهم وكيحاولوا يخليو سيلينا وهانا يبدلوا حوايجهم ويلبسوا شي حاجه زوينه حيت غادي يزوجوهم لزوج من الجنود. وسيلينا كتعطي واحد المخدر لهانا حيت هي كانت رافضه تتزوج وكان ممكن انها تقتل راسها. ولكن كيسمعوا صوت الانذار واكتشفوا باللي جيم مازال عايش. وكيمشي اللواء هنري هو وجندي من الجنود اللي معاه للبلاصه اللي فيها جيم. وجيم كيقتل الجندي اللي مع هنري وخد سلاحه وخسر الطوموبيل ديال هنري باش ما يتبعوش ومشى رجع للدار اللي فيها البنات. وهنري كيلقى الطوموبيل ما بغاتش ديماري والزومبي كيهجموا عليه وكيخرج من الطوموبيل وكيرجع مكيت للدار هارب من الزومبي. وجيم كيف ما وصل للدار مشى حل الرباط ديال الزومبي اللي كان مربوط ومشى الزومبي شد جندي من دوك الجنود وكان غيعضو وكيتيري فيه. ولكن كيقيسوا الدم ديالو في عينو حتى هو كيتعادى. والجندي كان هارب ولكن وحدين من الجنود شافوه وجراو من وراه وحاول باش يقتل الزومبي. ولكن كاع الجنود بداو كيموتوا وكيتحولوا للزومبي بسبب انهم ما كانوش عارفين يقتلوهم حيت ما متاكدين شكون منهم اللي تعادى وشكون اللي ما تعاداش. وجيم قدر ياخذ سيلينا وهانا وخرجهم من الدار وهما غاديين للطوموبيل باش يهربوا. كيلقاو هنري كيتسناهم فيها وكيتيري في جيم. وهانا كترجع بالطوموبيل للور لحد ما كتقيس الزومبي اللي كان وراهم وكيخشي يدو من الزاج وكيجر هنري عنده كيقتلو. وهما قدروا يهربوا بالطوموبيل من تما وكيمشيو لبلاصه بعيده على الزومبي. وحيت سيلينا بيطريه كتقدر تعتقد جيم من الاصابه ديالو. وفي الاخر حتى الزومبي بداو كيموتوا من كثره الجوع. وفاش فاق جيم لقى كاع الخميات ديال الدار ما كاينينش ولقى سيلينا كتخيط فيهم مع بعضهم. ودابا غتعرفوا علاش حيت سمعوا في البث باللي شي طياره كدور كتقلب على اي ناجين ومشاو خرجوا كاع دوك الخيمات اللي خيطات سيلينا لبرا وفرشوها على شكل كلمه مرحبا بالانجليزيه. وفعلا الطياره شافتهم ومشات عتقاتهم. وحتى لهنا كيسالي الفيلم ديالنا وكنظن باللي غتكون اشتركتي في القناه وفعلتي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وكيف العاده نشوفكم في فيديو جديد وفيلم جديد ان شاء الله.